فيه ناس بتقول طريق وادي النطرون مش زي أي طريق، لأنك أول ما تدخله بالليل بيحصل حاجات غريبة. اشترك في القناة واضغط لايك وصلى على النبي علشان القصة الجاية يمكن تكون عنك. ويلا نبدأ الحكاية. أحمد كان مسافر بالليل، الطريق فاضي وهدوء مرعب. كل ما يبص في المراية يشوف عربيات وراه، بس لما يلف وراه الطريق ضلمة ومفيش أي نور. بعد ربع ساعة لقى نفس اللافتة الصغيرة بتتكرر قدامه كذا مرة. حس إنه بيلف في دايرة، بس العداد في عربيته كان بيزيد كأنه ماشي ساعات. وفجأة شاف أتوبيس قديم واقف على جنب الطريق، نوره مطفي. قرر يبطأ ويعدي، لكن وهو بيبص من الشباك شاف الأتوبيس مليان ركاب قاعدين ساكتين، كلهم لابسين أسود ووشوشهم مش واضحة. النور بتاع عربيته قطع والراديو اشتغل لوحده بصوت قرآن، وبعدها اتحول لصوت خبط قوي على سقف العربية. لما وقف ونزل ملقاش حاجة، لكن وهو راجع يركب لقى علامة مرسومة بالدم على الكرسي اللي جنبه: انت الدور الجاي. ومن ساعتها ما عداش من الطريق ده تاني. لو حصل معاك مواقف مرعبة في طريق وادي النطرون قول لنا في التعليقات.